في حلقة النهارده في البودكاست هاقرا لكم كام بيت شعر كده كتبهم قيس بتاع قيس وليلى، قيس بن الملوح. مش عارفة هو الحب في الجزيرة العربية لسه كده؟ قصيدة غريبة جدًا، بس اسمعوا بيقول إيه: قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق والإبعاد. قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوق والإبعاد منها قضى لي. فإن يك فيكم بعل ليلى فإنني وذي العرش قد قبلت ليلى ثمانية. إذا اكتحلت عيني بعينك لم نزل بخير وأجلت غمرة عن فؤادي. وأنت التي إن شئت نغصت عيشتي وإن شئت بعد الله أنعمت بالية. وإني لأستغشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالية. وإني إذا صليت وجهت نحوها بوجهي وإن كان المصلى ورائية. يا سلام! العرب طول عمرهم بشّارين بصراحة. أصلّي بالعكس ليه يعني؟ بتُقف هي ورايا فأنا أصلّي ناحيتها؟ وبعدين جوز الست موجود، لو حد شافه يقول له إن أنت بوست مراته 8 مرات؟ ده حُب إيه المنيل ده؟ حبيت بس أقرا لكم عشان ما تفتكروش إن الحاجات اللي بنسمعها في المهرجانات دلوقتي وبنقعد نقول يا إيه ده! حد يقول الكلام ده! إزاي؟ لأ على فكرة من زمان، يعني مسألة إن أنت تشَنّع على واحدة in public دي عادي يعني. ولمّا تحب تشوف قيس بن الملوح قال إيه، اقرا القصيدة كلّها هتلاقي الراجل يعني ما سابش لا قديم ولا جديد.